يا اختي اسال الشيخه تفيده وحياتك يا حبيبتي، الفنجان كشف ستره، عريس ارداحي خالي شغل ومتجوز 2 وعنها وحياتك حلفت 1000 يمين على يمين ان البت ما هي متجوزه الراجل ده ابدا. هو انا يا اختي مستغنيه عن بنتي ولا يعني مستغنيه عن بنتي؟ وحياتك وراح اتقدم للبت بنت الست عنايات، قال ايه وقبله واتجوزها، وظهر ان كلام ابو سيد مظبوط وكلام الست تفيده طلع تخريف. واروح اعاتب الشيخه تفيده تقوم تقول لي اصل البن كان مغشوش. الله يجازيهم البياعين الغشاشين اللي ضيعوا العريس على بنتي، يعني ست تفيده مالها الذنب. عشان كده اما جه ابو سيد وقال لي اسمعي يا بامبا، خير خير يا ابو سيد، ايه رايك لو نوفر لنا كل شهر من المهية قد 2-3 جنيه وحاجه نلاقيها وقت عوزه؟ قلت له اسيبني افكر بقى يا ابو سيد، وخدت بعضي وجري على الشيخه تفيده عدل. وانا يا اختي يا دوبك شربت الفنجان وست تفيده بصت فيه وراحت شاقه. اتبي يا اختي الراجل ناوي يتجوز عليا وبيحوش المهر ويقول لي بيدبر، وحياتك قعدت بعزق لما الدين بقى راكبنا ومبقناش عارفين نسدد ايه ولا ايه ولا ايه. وبالشكل ده طبعا ضمنت ان الراجل ابو عين زي غدا مش هيقدر يتجوز عليا. بس يا اختي اللي استغربت له اني بعدها خدت درعايه كده بعيد عنك وما بقتش لاقي حق الروشته، والراجل يقول لي بقى يا بامبا لو كنا حوشنا مش كنا لقينا فلوس تحت ايدينا في الظرف ده؟ وحياتك ما عرفت ارد على الراجل. اصل بيني وبينك بقى الشيخه تفيده ما شافتش دور العايه ده في الفنجان، مع ان ما فيش حاجه تخفى عليها ابدا. لكن تقولي ايه بقى في العيا ده؟ كان مستخبي فين؟ كان مستخبي يا اختي تحت سكه السفر. اسمتي واخر صبري. وحياتك واخر مره يا اختي رحت اخد رايها ادخل سيد ابني كليه الحقوق ولا البوليس، لقيتها يا اختي مش موجوده وشقتها مسمكره. اتبي يا اختي واحد جه يشوف الفنجان وقعدت تشوف له الحاضر والمستقبل ولا شافتش انه مخبر وكان جاي علشان يقبض عليها. ومن يومها وحياتك احوالي ارتبكت، مش لاقيه حد استشيره ويكون مضمون زي الشيخه تفيده. الهي وانت جاي فك سجرها عن قريب يا رب. بقول ايه يا اختي، تعرفيش يا حبيبتي واحده تشوف الفنجان ولا تضرب الوادع ولا تفتح الكوتشينه بس تكون مضمونه زي الشيخه تفيده؟ بتقولي ايه يا اختي؟ رزق الهبل على المجانين، الله يسامحك. يعني انا مجنونه؟ طب قولوا لي بقى هلاقيها منكم ولا من ابو سيد؟ يا عيني عليا. هو صحيح الرجاله لما بتكبر عقلها بيصغر ولا دي حاله مخصوصه بس لابو سيد؟ الراجل يا اختي يقوم من الصبحيه. يلا يا بامبا بقى اصحي عشان عايز اخرج. طب قول يا صبح، رايح فين على الصبح يا دي الراجل؟ رايح السيمه يا فتاح يا عليم. هروح فين يعني؟ هروح فين على الصبح يا بامبا؟ وانا عارفه يا اخويا، ما انتوا كده يا صنف الرجاله ميه من تحت تبن. وبعدين بقى رايح الشغل يا بامبا. ارتحت بقى؟ لا مرتحتش. طب عن اذنك عن اذنك اهو بشوف حالي عشان اخرج. ومستعجل قوي كده ليه يا ابو سيد؟ بقول لك رايح الشغل. وهو اللي بيروح الشغل يبقى الضربه مستعجلها قوي كده؟ عجايب، هي اسطوانه كل يوم اسطوانه ما بتخلصش؟ ما قلت لك 100,000 مره الشغل بمواعيد، عندنا ساعه لازم نمضي فيها. امشي بقى ولا التحقيق لسه ما خلصش؟ وحياتك وسابني وخرج وبقى يا اختي ملهوف ما تفهميش ليه. مش ليا حق بقى يا اختي الفار يلعب في عبي؟ رحت لافحه هدومي ونازله عند عمك حسنين البقال اللي تحتنا بعد ساعه كده ورحت طالباه في الشغل. الو. ايوه الو يا بامبا، عايزه حاجه؟ اطمنت يا حبيبتي شويه، لكن قلت في عقل بالي يمكن الراجل اطمن ان انا كلمته وهيخرج يروح هنا ولا هنا. وحياتك ما فاتت ساعه تانية الا ورحت مكلماه تاني. الو. الو يا بامبا، عايزه حاجه؟ اصدق بقى يا اختي ان الراجل ابو سيد حقيقي في الشغل؟ وحياتك ابدا ما دخلش عقلي الكلام ده. يكونش يا اختي فيه راجل معاه صوته زي صوته وبيخليه يرد عليا ويكلمني وهو داير على حل شعره؟ يا ما تحت السهي دواهي. وحياتك رحت لابسه وعلى المصلحه بتاعته عدل. زملاته يا اختي شافوني بقوا يبصوا ويتشاوروا وهم عارفيني، ما انا دايما يا اختي بروح له. امال ايه؟ ما هي الواحده مننا لازم تفنجل عينها قد كده
الراجل يا اختي اول ما شافني انخض. الله ايه في ايه يا بامبا؟ الله ايه اللي جابك؟ ولا حاجه يا اخويا، جيت اطمن. تطمني على ايه؟ الله انت مش لسه مكلماني الو الو في التليفون مرتين؟ لا السمع مش زي المشاهده يا ابو سيد. نعم واطمنت يا اختي؟ حظك كويس من السما تلاقي حد قالك ان انا جايه. انت قلت لحد انك جايه؟ لا ما قلتش، لكن تلاقي حد برضو قالك. كويس كده. بص كده شوف الزملاء، شوف الزملاء، شوف بص علينا ازاي. بصي بص اتفرجي. وابص يا اختي الاقي زملاته كلهم متلميين حوالينا، والراجل بقى في نص هدومه، وهم بقى اللي يضحك واللي يتنقور واللي يتصعب. لكن وحياتك ولا همني، انا كان كل اللي يهمني ان اطمن الراجل في الشغل وانه ما بيروحش هنا ولا هنا. والراجل قال لي يا اختي وهو عينه محطوطه في الارض ومش قادر يبص لزملاته. طب روحي بقى يا بامبا، روحي مبسوطه كده بيتفرجوا علينا زي اليمين ده بكره بقرشين؟ يعني كانت لزومها ايه الفضايح دي؟ مع السلامه. ورجعت يا حبيبتي على البيت وقعدت استناه. اقوم يا اختي ابص الاقيه متاخر يجي نص ساعه عن ميعاده، وجاي ولا كأن حصل منه حاجه ابدا. رحت طالعه فيه تلاقيك كنت مع واحده. واحده مين واتنين مين يا ست هانم؟ برضه ده وقت اروح فيه اقابل في واحده؟ امال اتاخرت ليه يا ست الاتوبيسات، ما انت عارفه زحمه المواصلات يا بامبا. بقى ده كلام يا ناس، بقى ده كلام يا عالم. الست دي هتربي لي الخفيف يا ست هانم، احنا كبرنا على كده. عيب اللي بتعمليه ده. الغيره يا بامبا لازم يكون لها اساس، ثم كمان ما يصحش ما تبقاش مبلوعه مع ناس محترمين كده زي حالتنا. وحياتك كلمه منه وكلمه مني، الحته اتلمت وقعدوا يتفرجوا علينا زي اختي ما يكونوا بيتفرجوا على السيما، وكل واحد منهم وكل واحدة إشي يتنقور وإشي يتقوز ويقولوا قال إيه ست كبيرة وخرفت، وقال إيه الناس بتكبر تعقل وأنا بكبر أنصغط. برضو ده يصح والنبي. هو أنا يا إخواتي هلاقيها من مين ولا من مين بس؟ يا عيني عليا. الراجل أبو سيد يا أختي دايما حابس دمي. تقوليش يا حبيبتي إحنا من فوق روس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعة قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوزه ازور الست عليا. تزوريها؟ تزوري الست عليا؟ وماله يا بامبا؟ تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك وانا المغربيه اخدك ونروح. بقول ايه ما تتاخرش يا ابو سيد. مش هتاخر يا بامبا، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست عليا تنحلي في فروه اللي تعرفيه واللي ما تعرفوش يا بامبا. اخص عليك اخص، وانا وش ذلك برضو يا ابو سيد. ده انت ذلك نفسه، ولا تقعدي تفشري بالكلام وتفشري زي عوايدك يا بامبا؟ اهو انت دايما كده ظالمني يا ابو سيد. ويا ريت يا ستي اكون بظلمك، ويا ريت يا بامبا تشرفيني كده وتطولي رقبتي بدل ما انت مخليها قد السمسمه. شايفين يا اخت الراجل؟ شايفين الراجل وكلامه اللي ما يسرش ابدا؟ الغرض يا حبيبتي قلت بقى اللي يدقق يتعب، وخدت بعضي وجري على الست عليا. لقيت عندها ست وجيده وست عنايات ام بخاطرها، وبعد اهلا وسهلا وتقطق من هنا وتقطق من هنا قعدنا يا حبيبتي ندردش والكلام يودي ويجيب، وانا يا اختي ماسكه لساني عشان الراجل ابو سيد ما يشمتش فيا. بصيت لقيت لك يا اختي ست وجيده بتتكلم عن ابوها اللي كان مدير مديريه قد الدنيا، والست عنايات بتتكلم يا هي كمان عن ابوها اللي كان عنده اب عاديه. طب يا اختي اقعد بقى انا اسمع كده وما اتكلمش؟ برضو ربنا زي ما خلق لنا ودان علشان نسمع خلقني لسان عشان نتكلم. قلت يا اختي اخد برح انا كمان، وقعدت يا اختي اتكلم عن ماما اللي يوم ما اتجوزت كان جهازها اوله في السيده زينب واخره في المغربلين، وعن عربيه بابا المذهب الكوبيل اللي كان بيجرها ست خيل ويجري قدامها 4 شماشرجيه، وعنها يا اختي واكلت الجو منهم وبقوا كلهم فاتحين بقهم. تقوليش يا اختي انا صعبت الا الست عليا قاعده تبص لي وتحقق وتبحلق فيا. قلت لها جرى ايه يا اختي مالك بتبحلقي فيا كده ليه؟ مش مصدقاني يعني ولا ايه؟ ابدا يا خالتي بامبا مصدقاكي، بس انا ببص على الفستان اللي انت لابساه. قلت يا اختي اسوق فيها، هي يعني جت على الفستان؟ رحت منفوخه وانا قاعده على الكنبه كده